هنعمل النهاردة مع بعض الكحك بطعم وريحة زمان. بجد كل اللي داقه قال هو ده الكحك اللي احنا كنا بناكلوه على طريقة أمهاتنا وجداتنا، وفعلا الطريقة ديت بتاعت حماتي مش بتاعتي. تابعوا الفيديو لحد الآخر، ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وياريت تكتبوا لي كومنت حلو تحت. هنبدأ بقى بالحشو بتاع الكحك. معايا 3 معالق كبار من السمنة البلدي، ومعايا 3 معالق برضو كبار من السمسم، نحمصهم كويس في قلب السمنة. مش قوي يعني محمصش قوي، عشان احنا لسه هننزل عليهم بقى بالبلح اللي هو بلح العجوة اللي بيتعمل عجوة. طبعا لو انت ما عندكيش عجوة جاهزة، تمام. بهرسها كويس قوي قوي قوي، وبحط عليها مكسرات، بحط عليها قرفة، وبحط عليها فانيليا. تمام. ما عندكيش مكسرات طبعا عادي برضو. والملبن نفس الكلام، برضو بحط السمنة، بحط عليها السمسم، وبحط الملبن، بهرسهم مع بعض، وبحط عليها قرفة وفانيليا، بيدوا طعم وهمي. انا معايا 4 كيلو من الدقيق. انت طبعا عايزه تقسمي كل المكونات دي، اقسمي. معايا معلقه صغيره من المحلب، ومعايا نص معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح. تمام. ال4 كيلو من الدقيق عليهم 2 كيلو من السمنه البلدي. تمام. ولازم تعمل الصوت دوت اللي هيجي دلوقتي. هحط كل السمنه، كل مقدار السمنه اللي هما ال2 كيلو على ال4 كيلو دي، وهبدا ابسه. يعني ابسه هي كلمه ابسه، هو الحركه اللي بتتعمل دلوقتي دي كويس جدا بكل بقى جهدي يعني. تمام. وهياخد وقت شويه، يعني هو بياخد وقت شويه علشان يبقى معاكي عجينه ناعمه حلوه جميله يعني. المقطع ده كنت بحط المكسرات على العجوه والملبن. تمام. دلوقتي معايا كوبايتين من السكر، عليهم 3 كوبايات من الميه الدافيه، دي كانت سخنه، من الميه الدافيه، تسيبوها تدفى خالص. ومعايا الخميره بقى، انا بستخدم خميره عاديه خالص، او حماتي بتستخدم خميره عاديه خالص بحجم الزيتونه كده، او البلحيه. تمام. اللي هي اسمها خميره بيره كانوا بيسموها. وبدات اضيف الميه حبه حبه. تمام. اللي هو ضفت كوبايه ونص، وبعد كده بدات اضيف بقى الباقي حبه 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 حبه، لحد ما هتشوفوا بقى العجينه معايا. بصوا عامله ازاي، ناعمه مش بتشقق، ما فيهاش اي عيوب. تمام. اهي هوريكم شكلها كمان مره. ده شكلها. انا بوريكم ان انا كنت بنقش هنا، يعني معلش انا اسفه على التصوير، اللي كان بيصور ما كانش عارف يتصور جد قوي يعني. فده كان شكلها. يعني شبه الكوبيبه كده، عارفين الكوبيبه؟ اهي شبهها كده، بحشيها شبهها. وبعدين بقى ببدا انقش اي نقشه تعجبني، النقشه مش بتروح وبتبقى كويسه يعني. واحده كمان بالملبن. طبعا يا جماعه حجم الملبن يعني ما يكونش كبير، وبرده كذلك حجم العجوه ما يكونش كبير، يعني على حسب حته العجين اللي انت اخدها في ايدك. هسيبه يخمر ساعة إلا ربع في فرن ساخن مسبقا، وهحطه على درجة حرارة متوسطة أو أقل من المتوسطة سنة، على الرف الأوسط. طبعا أنا اتحمص مني هنا يعني شوية زيادة، بس كان ناعم جدا. بصوا كان ناعم، يعني ناعم جدا جدا. بصوا ده كان صاج واحد بس هو كان متحمص كده، بس كان يعني تحفة بجد. ريحته كانت جايبة آخر الشارع، تحفة وخطير بجد. شكل الكحكاية حلو، ناعمة، محتفظة بالنقشة بتاعتها. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش